وجود ان الشخص ذات نفسه ازاي مصدق نفسه للدرجة دي، العبث اللي هو بيقوله ده، سواء كان ايه الموضوع، ازاي الناس بتصدق ان الشخص ده صح وبتدافع عنه باستماتة وعندهم استعداد ان لو عمل كذا هنعمل كذا. مرتدين مش عن اليهودية ولكن عن الإسلام. ارتدوا هم أساسا ما ارتدوش قوي، ولكنهم بالمعنى الأصح ما دخلوش الإسلام أصلا. ايه القصة؟ هقولك. عارفين الفيديوهات بتاعت اللي هو مبصرين من الجنة كذا وكذا وكذا وعندنا في الحارة؟ ولا في مرة برضو كان في مناظرة طلعت في التلفزيون، ما اعرفش هي مشهورة ولا لا، بس انا مشفتهاش برضو، انا شفت مقاطع منها، عن ما بين شيخ وواحد بيدعي انه المسيح عيسى ابن مريم، سيدنا عيسى عليه السلام. قد نعتقد ان الحاجات دي فيك، او مين يعني ممكن يعمل كده؟ ايه ده مش عقل. هو فعلا مش عقل، هو هبة. بس اللي انا جاي اتكلم فيه ده ان الموضوع ده حصل من مئات السنين قبل كده. ايوه، ادعى، مش ادعى النبوة، ولكن ادعى انه المنقذ. ازاي؟ وانا في الكلية في موضوع مشروع التخرج بتاعي، عايزة اعمله عن موضوع ما، فكنت بدور في ابحاث معمولة قبل كده عن نفس الموضوع. فقريت، هو كان في تخصص التاريخ عامة، قريت جزء كده من بحث، يعني ما قريتش حاجات كتير، بس الجزء ده شدني جدا. الجزء ده كان بيشرح جه منين حاجة اسمها يهود الدنمة. ايه الدنمة دي؟ الدنمة دي كلمة تركية، في معناها اللي هي المعنى العادي العودة، بس لما تستخدم في سياق ديني بتبقى زي المرتد. فهم مجموعة يهود مرتدين، معرفش، مرتدين مش عن اليهودية ولكن عن الإسلام. ارتدوا هم أساسا ما ارتدوش قوي، ولكنهم بالمعنى الأصح ما دخلوش الإسلام أصلا. ايه القصة؟ هقولك. مش فاكرة التاريخ قوي، بس تقريبا 1646 48 حاجة كده. ممكن أكون غلطانة في التاريخ لأن الموضوع ده قريته من فترة، بس لسه ثابت في دماغي جامد يعني. في واحد مش فاكرة اسمه برضه فقدان الذاكرة اللي عندي ده، أنا المفروض لازم أبدأ أحضر سكريبت قبل ما أصورش. كان في واحد اسمه حاجة اسبرتاي تقريبا أو حاجة كده، يا رب ما كنتش غلطانة في اسمه وما يكونش اسم حد تاني. ده يهودي هرب من الأندلس في وقت احتلال الأندلس، لما الأوروبيين دخلوا الأندلس وكده، اليهود هربوا منها عشان الاضطهاد. فدخل الدولة العثمانية، والدولة العثمانية رحبت بيه جدا. تمام، لغاية هنا زي الفل. الدولة العثمانية رحبت باليهود اللي دخلوا هي فرار من الأوروبيين وباقي الناس. هم عامة ناس كتير هربت من الأندلس وقتها. فمع الوقت كبر بكل حرية، ومكانش حد مأيده في حاجة، إن كان في نوعا ما حرية عقائدية. انت يهودي، مارس شعائرك براحتك، وتمام، انت مسيحي، اعمل اللي انت عايزه، مفيش أي مشكلة. فكان في جزء طبعا هو غير حقيقي، عارفين ان هو محرف. في التوراة بيقول ايه؟ ان هيظهر في 1648 منقذ يودي اليهود لفلسطين. حلو حلو. وهو بيقرا بقى النص ده المحرف، اكيد لان هو 1600 دي عدت ومفيش حاجه حصلت في 1600. هو لما قرا كده مواصفات هذا الشخص المكتوب وفكر فيها، لقى ان المواصفات دي تنطبق عليا، يبقى انا هذا الشخص.
الهبة دي من زمان. ف بعد ما قال أنا هذا الشخص وادعى إن هو المنقذ اللي هيجمع اليهود ويروحوا على فلسطين، بدأ ناس فعلا تقتنع بيه. يعني احنا لما نقول في شخص هوبا سيدي انت دماغك فلتت، باقي الناس بقى تكون عاقلة، لا اقتنعوا. في يهود كتير اقتنعوا، والدولة العثمانية طبعا كانت واسعة ساعتها، فما كانتش، هو كان قاعد في تركيا، في حدود تركيا، مش فاكرة فين بالظبط، بس المراسلات بينه وبين باقي اليهود كانت في جميع بقى أنحاء الدولة العثمانية. ايه اللي حصل بقى؟ الموضوع ده طبعا وصل للسلطان، كان ساعتها تقريبا السلطان سليمان القانوني. لما وصل السلطان طبعا مسكتش عليه، فقام جاب هذا الشخص وحكمه، وكان الحكم طبعا اللي هو الإعدام، لأن هو يعني طبعا معتقد اللي هو معتقد ده مش حقيقي، وهيعمل كده كأنه عايز يحتل فلسطين. تمام. ف طبعا عشان ده حكم ومحكمة وقضية والكلام ده كله، ايه اللي حصل بقى؟ جابوا له محامي. حلو، لازم يكون في حد يدافع عنه، او حد معاه في القضاء، خصوصا ان هو كان من الاندلس، كان بيتكلم لغة غير اللغة اللي بيتكلموها في تركيا، غير اللغة العثمانية ساعتها، فكانوا محتاجين حد يكون معاه في القضية في نفس الوقت يكون مترجم. انا مش فاكرة هما جابوا صفة مترجم او محامي، انا كل ده بحكي من الذاكرة، ولكن هو كان برضو من الأندلس، أعتقد إن هو برضو كان يهودي، فكان يترجم ما بينهم. فهو قال له بينه بين سبرتاي ده في سكرتة اللي هو ايه، انت علشان تطلع من المأزق اللي انت فيه، انت كده كده اعدام، عشان تطلع من المأزق اللي انت فيه اعلن اسلامك، ولما تعلن اسلامك هيبطلوا عليك الحكم، لان في اللي هو القاعدة الإسلامية، أنا مش متذكرة الآية قوي، بس اللي هو إن لو العدو أسلم وقف قتاله واديله فرصة، في قاعدة كده. بالفعل أعلن إسلامه، وبالفعل السلطان سليمان اداله فرصة وسامحه، واداله كمان هدوم ووظيفة والكلام ده كله، تقريبا عينه على بوابة القصر أو حاجة كده. يسكت بقى هذا الشخص الهبة؟ لا لا، ما يسكتش. يعمل ايه؟ يبعت مراسلات لكل أتباعه ويقول فيما معناه ان انا اضطريت اعمل كده، بس احنا لسه زي ما احنا، ده الملخص. فيقوم كل اتباعه عاملين ايه؟ كلهم ادعوا انهم اسلموا، ولكن بينهم وبين بعضهم هم يهود، بيمارسوا شعائرهم اليهودية، بيتجوزوا من بعضهم، بيحتفلوا بالاحتفالات اليهودية، بيصلوا صلاة اليهود، ما انا معرفش ايه صلاة، بس عامة بيعملوا كل الحاجة الخاصة باليهود بينهم وبين بعضهم قدام الناس هم مسلمين. والموضوع ده اكتشف فيما بعد. يعني زي الفل. حلو، ده كلام جميل جدا. ده بقى حصل، مش عارفين يحصروا ده حصل قد زي بالظبط القصة اللي طلعت أيام اليهود ما كانوا في مصر وطلعوا من مصر، ففي يهود ما كانوش عايزين يطلعوا، فعملوا تقريبا بطايق بأسامي مسلمين وفضلوا في مصر بأسامي مسلمة. نفس القصة كده، بس على الأقل يعني دول كانوا عايزين يعيشوا بسلام وخلاص، إنما التانيين كان عندهم مخطط إن هما يتجمعوا في فلسطين من 1600. فدول يهود الدنمة اللي هما الفئة دي اللي يقال إن اتربى وسطها مصطفى كمال أتاتورك،
كمان مصطفى أتاتورك، اللي هو أتاتورك، اللي هو مؤسس دولة تركيا أو الجمهورية التركية، واللي أنهى السلطنة العثمانية والخلافة العثمانية والكلام. فدي كانت قصة مشوقة جدا بصراحة وأنا بقراها. وما شفت بوست من قريب عن المناظرة دي هي مناظرة قديمة جدا، بس الشخص اللي بيدعي انه المسيح عيسى ابن مريم، فانا جه في بالي بقى القصة دي، ان لا فعلا في ناس كده من زمان، من زمان قوي، فما نستغربش يعني الحوارات دي مش جديدة. لكن ده بيبقى معرفش بقى، جنون، عظمة، جهل. المشكلة الأكتر مش في الشخص، يعني احنا بنشوف ده على السوشيال ميديا باختلاف بقى مواضيعه، دينية، مش دينية، طبية، زي ان احنا نروح حوار داير على السوشيال ميديا دلوقتي ده. فاحنا بنشوف الحاجات دي اللي هو ايه، بنستغرب ازاي الناس بتصدق. غير يعني اتباع سبارتاي دول، هو اعلن الاسلام عشان يهرب من المشكلة، وبعت لهم مرسال، هما كمان عملوا زيه. طب انت مضطر تعمل زيه ليه؟ فبرضه الناس اللي كده بتسمع شخص عندها استعداد ان هي تمشي وراه، ولو رمى نفسه من فوق جبل يلا او صح يلا نرمي نفسنا كلنا من فوق جبل. الناس اللي بتوقف ده بيبقوا اخطر من الشخص اللي عنده مثلا عقدة نفسية، او الشخص اللي عنده معلومة غلط. لان انا ما بتأكدش من المعلومة الاول، مشغلش عقلي ومشوفش هل الكلام ده منطقي اصلا انه يحصل ولا لا. ما ممكن الكلام، في كلام من جماعة ما يدخلش على دماغ عيل يعني. فالمواضيع دي مش جديدة، بجد المواضيع دي مش جديدة، والانسياق ورا شخص لدرجة صعبة دي مش جديدة، لكنها نقص وعي بشكل غريب. ناس كتير عندها نقص وعي لدرجة ان هي ما عندهاش استعداد اصلا تتأكد. ممكن نتأكد حتى لو احنا مش اصحاب علم، ممكن ندور في كتب، احنا نسينا الكتب، ممكن ندور على النت، ممكن نشوف كونتنت كريتورز تانيين بيعملوا محتوى مشابه، نشوف آرائهم في الموضوع ايه. ولو اغلب الناس اتفقوا على حاجة يبقى هي صح، لو اختلفوا عليها يبقى فيها شك بقى، لا نبدأ نفكر هنا. ممكن بدل ما ننساق كده ورا الناس. الكلام ده بيحصل من زمان. انا كنت بس القصة دي كان نفسي احكيها من زمان فحكيتها، وانا بحب التاريخ، ان شاء الله نوعا ما قريب اجيب قصص اكتر. معلش على الغياب، والله العظيم يعني انا عارفه ان انا اللاك اللي عندي في السوشيال ميديا ده مني انا. انا اللي منزلش بس. معلش، اشوفكم على خير ان شاء الله بعد كده.